بتبدأ قصتنا في قصر غامض محدش يقدر يهوب ناحيته أبدا. كان بداخله بطلنا قاعد على كرسي المتحرك، كان بيزعق بصوت عالي: انت يا سمية، انت يا متخلفة. ايوه يا بيه. ايه القهوة دي؟ والله يا بيه. آسف. وهو بيتحرك بالكرسي وبيزعق في نفس الوقت: بلا بيه بلا زفت، روحي شوفي اللي وراكي. خرج قاسم من القصر وهو بينادي بصوت عالي: انت اللي اسمك سالم، تعال وديني الشركة. تحت أمرك يا باشا. ساعدني يلا، ساعدني عشان أركب العربية. حاضر يا باشا. وفعلا سالم ساعده يركب العربية ووداه الشركة، شركة قاسم محمد الألفي، في بيت متواضع عند بطلتنا. بتصحى من النوم وهي كسلانة. قامت أخدت شاور بتاعها، طلعت ولبست وصلت. بعد ما خلصت صلاة طلعت عشان تحضر الفطار. هي عايشة لوحدها لأن مامتها وباباها ماتوا في حادث طيارة، كانوا راجعين من الحج. بعد ما خلصت فطارها راحت عشان تجهز نفسها، عشان عندها تقديم في كذا شركة، لأنها بعد وفاة أهلها من ساعتها بتدور على شغل، وكانت بتصرف كل الفترة دي من الفلوس اللي سايبينها لها، والفلوس خلاص قربت تخلص. فعشان كده كانت الفترة دي بتعمل كل المجهود اللي بتقدر عليه عشان تلاقي شغل. وفعلا نزلت وأخدت مواصلة عشان توصل للشركة اللي عاوزة تروح لها، بالتحديد شركة قاسم الألفي. وفي الميكروباص: يا اسطى، في نص جنيه ورا. نص جنيه اللي انت عايزاه يا نسأة؟ استبحي وقولي يا صبح. بقولك ايه يا حالة ماما، يا ترجع الباقي يا مش هيطلع عليك نهار. نرجع النص جنيه وانا لاقيه الفلوس في الشارع، وانا مش معايا فكة يا نسأة، ماليش فيه، حقي وعاوزاه. كاتك القرف على الصبح. وبعد شوية فعلا السواق اداها النص جنيه. نزلت عند الموقف وراحت ناحية شركة قاسم الألفي. وجوه الشركة دخلت روح الشركة وراحت ناحية الريسبشن، وهي بتقول للسكرتيرة اللي قاعدة: صباح الخير. صباح النور، مع حضرتك ريم، أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ أنا جاية بخصوص الإعلان اللي انتوا منزلينه على الجريدة إنكم عايزين سكرتيرة. تمام حضرتك، هتروحي للدور التاني عشان الانترفيو. تمام، شكرا جدا ليكي، تحت أمرك، اتفضلي. وفعلا اتحركت تروح، ولسه كانت هتركب الأسانسير دخل قاسم قبليها بالكرسي بتاعه: انت يا أخينا. لف قاسم: أنا؟ أيوة انت، هو في غيرك؟ أنا اللي طالبة الأسانسير وأنا اللي هركب الأول. وفعلا دخلت الأسانسير وضغطت على الدور التاني وطلعت له لسانها، إنما عند بطننا كان شايط من الغضب: يا بنتل، ماشي أنا هوريكي. أما الروح كانت في الأسانسير: إيه ده؟ واحد كده مغرور ومتعجرف بصحيح. وبعد شوية وصلت الدور التاني عشان تقدم في الانترفيو. لو سمحتي، أنا جاية هنا بخصوص إن انتوا طالبين سكرتيرة وأنا جاية أقدم عليها. تمام، اتفضلي اقعدي ولما هيجي دورك هدخلك عشان تعملي الانترفيو. تمام شكرا، اتفضلي. راحت تقعد على الكرسي لحد ما يجي دورها. وبعد فترة طويلة وأخيرا جه دورها. روح مصطفى محمد: أيوة اتفضلي، المدير مستنيكي. تمام شكرا جدا. روح قامت ولمت ورقها وأخدت شنطتها عشان تخش. كانت فعلا متوترة قوي، بس كانت بتحاول على قد ما تقدر إنها تهدي نفسها. اهدي يا روح، مفيش حاجة، هما كام سؤال كده ونخلص، مفيش حاجة، مش محتاجين يعني كل التوتر ده. روح وصلت لحد الباب وخبطت عليه. اللي كان جوه أذن ليها بالدخول، وهي فعلا دخلت. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. قعدت روح على الكرسي، واللي كان بيقدم الانترفيو اتكلم: مش اسمك روح مصطفى محمد؟ مظبوط يا فندم. تمام. قعد يبص على الورق والملفات بتوع روح، وبعد شوية قال: لا، مؤهلاتك حلوة قوي، وكمان ان انت معاكي كذا لغة، ده هيفيدنا كتير جدا في الشركة هنا. بجد؟ شكرا لحضرتك. العفو، انا مش بمدح فيكي، لان فعلا مؤهلاتك كويسة جدا، فانت ان شاء الله معانا في الشركة. شكرا، انا مش مصدقة، شكرا جدا لحضرتك. لا صدقي، بكرة ان شاء الله تكوني متواجدة في الشركة عشان تمضي العقد وتبداي تشتغلي معانا. انت هتكوني سكرتيرة مستر قاسم، صاحب شركات قاسم الألفي. تمام، شكرا لحضرتك، بعد إذنك. العفو، اتفضلي. خرجت روح من الشركة وهي كانت مبسوطة قوي. يلا نروح. وأخيرا بجد لقيت شغل. بدأت روح تكلم نفسها وتقول: بس بقولك ايه يا روح،
ايه رأيك نطلب الأكل اللي بنحبه بمناسبة الشغل الجديد؟ أيوة بقى، يلا بينا. وفعلا روحت تروح بيتها وعملت اوردر وطلبت البيتزا اللي بتحبها. بعد ما طلبت الاوردر غيرت لبسها، فتحت التلفزيون عشان تتفرج على كرتون وهي بتاكل. خلصت سهرتها ونامت على الساعة 11 بالليل. أما بقى عند قاسم اللي كان قاعد في القصر، وبالتحديد في أوضته اللي كانت ضلمة جدا. الأوضة كانت كئيبة من الآخر. كان قاعد بيفكر في الماضي وإيه اللي خلاه يتشل، وإزاي خسر فلوسه وعرف يرجع للساحة بتاعت السوق مرة تانية. تعالوا بس نرجع لورا شويتين 3 من حوالي 3 سنين. فلاش باك. ألو نريمان حبيبتي، وحشتيني. إيه إمتى هشوفك بقى؟ أيوة يا حبيبي، ممكن كده النهاردة، يعني في الديسكو اللي احنا دايما بنسهر فيه، ايه رأيك؟ تمام يا حبيبتي، أنا في الطريق. وفعلا جهز نفسه وكان في غاية الوسامة. كان لابس بدلة سودا عنيفة جدا. صح، نسيت أعرفكم نريمان، دي خطيبة قاسم. نرجع لحدثنا. واتجه بعربيته اللي كانت أحدث موديل وقتها. وبعد شوية وصل قاسم للديسكو. رن على نريمان. ألو، ايه يا نيمو، أنا بره، انت فين؟ أنا داخلة عليك اهو يا حبيبي. ماشي، أنا مستنيكي. قفل قاسم مع نريمان. وبعد شوية وصلت نريمان، قربت من قاسم بطريقة مش أحسن حاجة. وحشتني أوي يا بيبي. وانتي أكتر يا روحي. بس ما ينفعش كده يا نريمان، ابعدي شوية يا حبيبتي. يو يا قاسم، هو أنا كل ما أقرب لك تقعد تقولي ابعدي ومش تبعدي؟ يا حبيبتي أنا مش قاصد أزعلك، بس ما ينفعش التقرب ده. يعني لما تبقي مراتي ابقي اعملي اللي انت عاوزاه يا ستي. وبعدين احنا مش جايين هنا عشان نتخانق. يلا يا حبيبتي عشان ننبسط. بس ما بقدرش يا قاسم، انا بحبك. اوعدك ان احنا هنتجوز قريب قوي. يلا بقى نخش. يلا يا حبيبي. وفعلا دخلوا وسهروا ورقصوا وشربوا كمان. شربوا كتير جدا. وبعد ما سهروا وخلصوا طلعوا هما مش متزنين ولا حاسين بأي حاجة. نريمان، هتعرفي تسوقي؟ هعرف. باي يا حبيبي. ماشي يا حبيبتي، باي. كل واحد ركب عربيته وابتدى يتحرك كل منهم لبيته. وتاني يوم الصبح صحي قاسم وهو كان مصدع جدا. دماغي. مال دماغي تقيلة كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ وبعد دقايق افتكر اللي حصل واتصل على نريمان عشان يطمن عليها. نيمو، انتي كويسة صح؟ كويسة، بس دماغي يا قاسم. مفيش حاجة يا حبيبي، دماغي بس شوية. ماشي يا حبيبتي، أنا معرفش ازاي سبتك تروحي لوحدك. عادي يا بيبي، ما كنتش في وعيك. يلا قوم جهز نفسك عشان تروح الشغل. ماشي يا حبيبتي، مع السلامة. باي باي يا بيبي. قاسم قفل التليفون وقام أخد شاور وجهز نفسه عشان يروح الشركة. وبعد ربع ساعة كان وصل قاسم للشركة بتاعته. دخل مكتبه وقعد ورن على الجرس عشان تجيله السكرتيرة. صباح الخير يا فندم، تأمر بإيه؟ سادة يا يمنى، بالله عليكي. حاضر يا مستر قاسم. وبعد 10 دقايق رجعت يمنى بالقهوة وحطيتها على المكتب. اتفضل يا فندم. شكرا يا يمنى. احنا عندنا مقابلات ايه النهاردة؟ عندنا مقابلة مع الوفد الأمريكي، هيجي على الساعة 10 إن شاء الله. تمام، ابعتيلي مهند قولي له قاسم عاوزك. تحت أمر حضرتك، بعد إذنك. اتفضلي. وبعد شوية وصل مهند لمكتب قاسم. يا بص، عامل ايه؟ أنا بخير يا حبيبي، انت أخبارك ايه؟ زي الفل يا صاحبي. يمنى قالت لي انك عاوزني خير. بص، انت بقالك كام يوم مستهتر ومش مهتم بشغلك، وده بيأثر على الشركة. أنا مش عاوز كده. مش بعد كل اللي عملته في الشركة يحصل حاجة بسببك. اهتم بشغلك شوية يا مهند، عشان الأيام دي في منافسين كتير في السوق. تمام مهند، أنا مش قصد أزعلك، بس فعلا أنا تعبت في الشركة وخايف يحصل حاجة تخسرني كل مجهودي ده. ما زعلتش يا عم، بس أنا متضايق كام يوم دول. أوعدك هرجع زي الأول وأحسن إن شاء الله. بس قول لي مالك، إيه اللي مضايقك؟ بعدين هتعرف يا قاسم. المهم، بعد إذنك همشي أنا عشان ورايا مشوار مهم. يا ابني مش لسه بكلمك وبقولك يهتم بشغلك؟ من بكرة أوعدك. ماشي لما نشوف. مشي مهند وركب عربيته وراح لنريمان. نريمان كانت قاعدة في بيتها، كانت لابسة لبس مكشوف جدا. فجأة الباب خبط، فتحت لقيت مهند قدامها. مهند، انت بتعمل ايه هنا؟ يخرب بيت جمدانك، احترم نفسك يا مهند وقول انت عاوز ايه، اخلص. مهند راح قعد على اقرب كنبة. طب اقعدي. مش هقعد يا مهند، اخلص، عاوز ايه؟
واصلا انت ما ينفعش تقعد هنا وانا وانت لوحدنا. والله بأمارة الرجالة اللي بتسهري معاهم كل يوم وكل يوم مع واحد شكل. انت بتقول ايه؟ انت جبت الكلام ده منين؟ واصلا انت ازاي تقول حاجة عني زي دي؟ اقعدي يا نريمان، اقعدي عشان انا مش بحب اللف والدوران. وفعلا قعدت نريمان وقالت اتفضل، عاوز ايه؟ عاوز اوقع قاسم في شغله يبقى ولا حاجة في السوق، وطبعا ده بمساعدتك. ولو قلت مش موافقة عشان مش هرضى اعمل كده في خطيبي، هتعمل ايه بقى؟ والله خطيبك؟ انت لسه فاكرة ان هو خطيبك وانت كل يوم مع واحد شكل؟ بصي يا مزة، انت لو ما مشيتيش على الكلام اللي هقوله لك انت حرة بقى. هتعمل ايه يعني؟ انت اخرك كلام. طب شوفي كده. مهند فتح الموبايل، الفيديو كان عبارة ان نريمان طلع شقة مش كويسة مع واحد. ها، يا اما لا 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 ما فيهاش يا اما. حاضر حاضر، هسمع كلامك. حلو قوي. قولي المطلوب هنعمل ايه؟ تعالي وانا اقولك. بدأ يقرب منها بطريقة مش كويسة. هي ما كانتش ابدا ممانعة ده، بالعكس كانت مرحبة وجدا كمان. شالها ودخل بيها على الأوضة. وبعد مرور كام يوم، يا مهند بجد انا بحبك قوي، قلتلك سيبك منه انا هدلعك. المهم احنا هنعمل ايه عشان نوقعه في شغله؟ بسيطة، بصي بقى. وابتدى يقول الخطة. عدى كام يوم كمان، كان قاسم كل شوية يرن على نريمان، يا إما ما تردش عليه يا ترد وتقول له مش فاضية. قاسم ابتدى يحس إن هي فيها حاجة وإنها طريقتها اتغيرت معاه 180 درجة. وفي يوم رن عليها قاسم. إيه يا نريمان، بقالي كتير ما شفتكيش، هو احنا مش هنتقابل ولا إيه؟ مش فاضية يا قاسم، وبصراحة كده ما عنديش مزاج. هو إيه اللي ملكيش مزاج يا نريمان؟ انت بقالك شهر بتتهربي مني وما تقابلناش. طيب هو انت في حاجة زعلانة مني فيها؟ لا. هو انت يعني عملت لي ايه؟ انا ما عملتش حاجة، بس انت اللي تعاملك معايا اتغير وانت مش كده. قاسم انا مش زعلانة ولا حاجة، واقفل بقى علشان انا مش فاضية دلوقتي، باي باي. قفلت نريمان في وش قاسم. قاسم وشه اتقلب 180 درجة، بقى واحد تاني، والغل والحقد اتكسر على وشه. ماشي يا نريمان، أنا هوريكي. وبعد يومين بالظبط دخل مهند عليه في مكتبه. امضي هنا يا قاسم عشان الورق ده تبع الشركة الألمانية. تمام ماشي. وفعلا مضى قاسم، ومهند قلبه خبز. شكرا يا صاحبي. بعد كام يوم كان قاسم ركب العربية بيسوقها متجه ناحية الشركة. كان عنده ميعاد صفقة تودي شركته حتة تانية خالص. بس فجأة جات له رسالة من مهند بيقول تعيش وتاخد غيرها يا معلم. ما كانش فاهم هو مهند بيتكلم على ايه. بدأ قاسم يهدي السرعة عشان يبعت ويقول انت قصدك ايه؟ لا، ان الفرامل مش بتهدى وان الفرامل سايبة. ما بقاش فاهم حاجة، ما بقاش عارف حتى يتحكم في العربية. كان هيخبط في عربية لكن اتفاداها، ولسه يتفادى العمود لكن ملحقش. خبط في العمود جامد لدرجة ان العربية اتقلبت بيه كذا مرة لحد ما استقرت وهي مقلوبة. الناس ابتدت تتجمع حوالين العربية، والرجالة ابتدت تساعده على خروجه من العربية لأن العربية كانت خلاص شوية وهتنفجر. وفعلا بعد وقت طلعوه، وكانت الإسعاف جت وأخدوا قاسم على المستشفى. دخل قاسم على أوضة العمليات لأن حالته كانت خطيرة جدا. وبعد ساعات طويلة وأخيرا طلع دخل العناية المركزة لحد ما يطمنوا عليه. وبعد مرور 48 ساعة ابتدى يفوق قاسم من البنج. الممرضة كانت جنبه بتحط له محلول، لكن حست انه ابتدى يفوق. الحمد لله على سلامتك يا استاذ قاسم. دقيقة بس وهنادي الدكتور. خرجت الممرضة وجابت الدكتور معاها. ازيك يا استاذ قاسم؟ الحمد لله على سلامتك، انت نجوت بأعجوبة. ها قولي حاسس بايه؟ تعبان، الجسم كله متكسر. الرجل انا مش حاسس بيها. ده طبيعي يا استاذ قاسم ان جسمك متكسر، لكن رجلك هنعمل عليها اشاعات واقول لك ايه سبب انك مش حاسس بيها. وفعلا عملوا اشاعات كتيره. وبعد مرور كام ساعه من الاشاعات دخل قاسم الاوضه تاني، وبعد شويه دخله الدكتور. انا اسف في اللي هقوله لحضرتك، لكن حضرتك جالك شلل نصفي بسبب الحادث، لكن ما تقلقش، انت هتقدر تمشي تاني بعد العمليه والعلاج الطبيعي. يعني ايه؟ انا بقيت مشلول؟ لا لا يا استاذ قاسم، الطب اتقدم، انت هتقدر ان شاء الله تمشي، بس الموضوع عايز شوية وقت. تمام يا دكتور، تمام. وبعد كام اسبوع
قدر قاسم يطلع من المستشفى وتعافى، بس مش كليا طبعا. بعد ما طلع من المستشفى اتجه لقصره، لكن اتفاجئ لما لقى صاحبه مهند وخطيبته ناريمان قاعدين في وضع مش أحسن حاجة. ناريمان ومهند، انتوا بتعملوا ايه؟ فهموني. يا قاسم، ناريمان خطيبتك معايا، ومش أول مرة على فكرة. عارف مين السبب في اللي انت فيه ده وايه اللي خلاك قاعد على كرسي متحرك؟ أنا وناريمان خططنا لكل ده. اتفقنا انك تعيش مقهور طول حياتك لحد ما نخلص منك. فاكر العقد اللي انت مضيت عليه اللي هو تبع الشركة الألمانية ده؟ ده فستك. قاسم بصدمة، قصدك ايه؟ قصدي يا قاسم ان العقد اللي مضيت عليه بيع لكل أملاكك، ويلا من هنا عشان أنا ومراتي مش فاضيينلك. عرسان جداد بقى وانت فاهم. ازاي وهي خطيبتي؟ لا، ما انا فسخت الخطوبة يا بيبي. ليه عملتي فيا كده؟ عشان من صغري وانا بكرهك. دايما اهلي بيفضلوك عني، وهم كانوا بيحبوك اكتر مني. شوف قاسم جاب كام، شوف قاسم عمل ايه. انت ليه مش زيه؟ قاسم قاسم قاسم. ما كانوش بيتعبوا. وانا ذنبي ايه يا مهند؟ ذنبي ايه في كل ده؟ ذنبك ان انت طول عمرك احسن مني. بس شوف انت فين وانا بقيت فين. يلا اطلع بره. وربي لا خليكوا تدفعوا التمن غالي قوي، والايام ما بينا يعني. يا صاحبي، خرج قاسم، ما كانش عارف يروح فين ولا يعمل ايه. كان ماشي ولا في ايده اي حاجة، كان لا حول بيه ولا قوة. وصل الكورنيش قدام النيل، كان بيشتكي همه لربنا وبيقول: انا عارف يا رب ان انا عصيتك كتير، ما بين خمر وسكر وقرب من ناريمان، بس ده كان ضعف. والله يا رب كان ضعف، بس انا مش قادر على عقابك. يا رب افرجها عليا. بعد الكلام اللي قاله مع نفسه ابتدى يعيط. جت واحدة عجوزة وقفت جنبه وهي بتقول: مالك يا ابني؟ في ايه؟ عصيت ربنا كتير، وفي المقابل ضاع شقايا كله. احكي لي يا ابني، حصل لك ايه؟ ابتدى قاسم يحكي كل حاجة حصلت معاه، وبعد ما خلص الست قالت له: بص يا ابني، ربنا بيختبرك وبيشوف قوة تحملك، وفي نفس الوقت بيعاقبك على كل اللي انت كنت بتعمله. ازاي بيعاقبني؟ وازاي بيشوف صبري؟ بص يا ابني، هو بيعاقبك ازاي؟ خلاك تكون مشلول لشوية وقت، وفي نفس الوقت ربنا بعد عنك ناس كانت وحشة في حياتك، وانت كنت فاكر ان هم دول بجد اللي صحابك وحبايبك، لكن طلعوا عكس كده. وربنا بيشوف هل هتقدر على الصعوبات اللي قابلت واللي هتقابلها ولا لأ. وفي نفس الوقت بيعاقبك عشان تعرف مش السكر هو الانبساط، ولا التقرب من الستات هو الانبساط. سامحني يا رب، واشفيني واشفي جميع المسلمين. انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا ماليش مكان ابات فيه. ما تقلقش يا ابني، انت هتيجي وتعيش معايا انا وابني لحد ما دنيتك تستقر ان شاء الله. لا يا امي، لا مش هينفع. لا يا ابني، مفيش حاجة اسمها ما ينفعش. هتروح معايا ودلوقتي كمان، يلا بينا. وفعلا مسكته وزقت الكرسي اللي كان عليه قاسم وراحوا لبيتها. ولما وصلوا البيت ركبوا الأسانسير ووصلوا للدور المطلوب. الست فتحت الباب ودخلوا. اتفضل يا ابني. دخل قاسم البيت وهو محرج جدا، ولما دخل لقى شاب في نص العشرينات. مين ده يا سهر؟ عيب يا ابني، قلت لك اسمي ماما، أنا بحب كده. المهم، مين الشاب ده؟ تعالى يا ابني وانا افهمك جوه. البيت بيتك يا قاسم. وفعلا دخلت سهر وابنها، وبعد 10 دقايق اتجه ناحية قاسم وهو بيقول له: البيت بيتك يا صاحبي. تسلم يا. اسمك ايه؟ انا اسمي باسم. انت اسمك ايه بقى؟ اسمي قاسم. ده حتى الاسماء قريبة من بعض، شكلنا هنبقى اصحاب. اكيد طبعا. تعالى بقى اوريك اوضتك فين. وفعلا وداه اوضته. بعد الاحداث دي عدى عليها سنة، وابتدى قاسم يفوق من الحادثة اللي عملها والصدمة اللي تعرض لها من مهند وناريمان، وابتدى هو وباسم يعملوا شركة مشتركة ما بينهم. لكن باسم فضل إن اسم الشركة تكون باسم قاسم، لكن قاسم اعترض في البداية، لكن لما شاف إن باسم مصمم وافق، وهو بدأ يرجع تاني للساحة وبكل جدارة. خلينا نرجع تاني. أنا رجعت يا شوية حسالة، وهوريكوا على كل اللي عملتوه معايا. ماشي. نام قاسم عشان يصحى ليوم جديد وأحداث جديدة. وعند بطلتنا صحت من النوم، فتحت عيونها، قامت ودخلت أخدت شاور ونزلت على طول علشان تروح للشغل.
من غير أي مشاكل المرة دي. دخلت الشركة وراحت لمكتب باسم، وصلت للباب المكتب وخبطت على الباب. اتفضل. دخلت روح بعد ما أذن لها بالدخول. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أنا روح اللي كانت هنا وبتقدم على انترفيو. أيوة اتفضلي، تشربي إيه؟ لا شكرا يا فندم، مش عاوزة. دلوقتي هخلي المحامي يجي وتمضي العقد. تمام يا أستاذ باسم. الباب خبط ودخل المحامي. اتفضل يا متر. قعد المحامي وقعد يتكلم شوية على الشروط والكلام ده، وبعد شوية أخدت روح الورقة عشان تمضي. بس قبل ما تمضي قال باسم: اقري البنود كويس يا أنسة روح. تمام يا فندم. وبعد ما قريت في البنود: في أي مشاكل؟ هو في الحقيقة هو يعني لو في أي وقت عاوزة أمشي قبل ميعاد السنة، ليه هيكون في شرط جزائي 100,000 جنيه؟ دي شروط العادة يا أنسة روح، لكن خير، مش هيكون في مشاكل ولا هيكون في مشيان إن شاء الله. إن شاء الله. مضت روح وكده رسميا ابتدت تشتغل في شركة قاسم الألفي، مش المحامي. وفضلت روح مع باسم. فين مكتبي عشان أبدأ الشغل؟ تمام، تعالي ورايا. باسم أخد روح على المكتب وراح ناحية قاسم. وصلوا المكتب قاسم وخبطوا على الباب ودخلوا بعد ما أذنهم بالدخول. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. ايه النشاط ده يا عم؟ جبتلك السكرتيرة اللي هتشيل عنك شوية من الشغل. طب كويس، هي فين؟ ماشي، استنى دقيقة. اتفضلي يا أنسة روح. دخلت روح وكانت الصدمة ليهم هما الاتنين. ايه؟ انت؟ ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ عز المعرفة. ايه ده يا أستاذ باسم؟ هو ده اللي هشتغل معاه؟ في مشكلة؟ مش عاوزة اشتغل مع واحد زي ده. حوش، انا اللي هموت يا بت. طبعا انت بتقول يا بابا. بت احترمي نفسك عشان ما جلكيش. تعالى، هو انت فاكر ان انا بخاف يعني ولا ايه؟ كان فعلا قاسم هيروح لها لولا باسم وقف وقال: في ايه يا ابني؟ اهدى. وانت يا أنسة روح، ما ينفعش كده، ده هيكون المدير بتاعك، مدير على نفسه. يا بنت ايه؟ ما تقول عشان اقطع لسانك ده. باسم، مشي البت دي من قدامي وحالا. حش يا اخويا، انا اللي هموت واقعد عندك. معلش يا أنسة روح، ممكن تطلعي دقيقة وهتبدأ الشغل؟ ماشي، بس مش مع المغرور ده. لا يا أنسة روح، هيكون معاه، لأن انتي مضيتي العقد خلاص. لكن مفيش لكن يا أنسة روح، يا إما هتدفعي المبلغ وتمشي، يا إما مش هينفع. أنا مش معايا المبلغ ده للأسف. يبقى خلاص، لازم تكملي شغل لحد ما السنة تخلص، وبعدها تقدري تمشي. يوه، ماشي. خرجت روح واستنت بره، وفي المقابل كان يعتبر في مجزرة جوه. أنا مش عاوز أشتغل مع البنت اللي بره دي، مش هينفع يا قاسم والله. هي مضت العقد، وغير كده هي شاطرة أوي وكويسة جدا لشركتنا. يا عم، هو أنت مش شايف طريقتها إزاي؟ ما أكيد أنت عملت حاجة يعني، البنت مش مجنونة. احكي يا قاسم. ابتدى قاسم يحكي اللي حصل لما تقابله أول مرة. والله وأنت مش شايف إن حقها تتكلم معاك كده؟ اللي حصل، بس والله ما هسيبها تطلع عليا القديم والجديد. دخلها يا باسم. بالراحة عليها، انت اللي غلطان، وبعدين البنت محترمة أوي ملهاش ذنب. باسم، دخلها وملكش دعوة. أقدر أقول إن البنت انتقلت لرحمة الله. طلع باسم لروح وقال لها إنها تتفضل. دخلت روح. أما عن قاسم، أول ما شافها كان هيضحك، لكن مسك نفسه وسرح في جمالها. تحب تاخد لي صورة؟ نعم الله عليك، صبرني يا رب. اقعدي. ودينا قعدنا. نعم. بصي بقى، شايفة المكتب اللذيذ ده؟ ماله؟ بيسلم عليكي. هو اللي ماله؟ ده بتاعك. نعم؟ يعني ايه الفاصل ما بيننا هو الإزاز؟ لو مش عاجبك اتفضلي امشي، أي حد يتمنى يكون مكانك. ماشي يا أستاذ قاسم. أي أوامر تانية؟ لا اتفضلي. روح لسه هتمشي نادى عليه قاسم. لا استني. نعم. روحي جيبي لي قهوة سادة. نعم؟ قهوة؟ قاسم باستفزاز وهو بيتك على كل كلمة بيقولها. روحي جيبي لي قهوة سادة. وانا مالي؟ ما تكلم الكافيتيريا تجيب لك، انا مالي؟ هو انا الخدامة اللي جابتها لك ست الوالدة ولا ايه؟ روح. حاجة تانية يا مستر قاسم؟ لا شكرا. خرجت روح وهي بتكلم نفسها. روحي بيجيبي لي قهوة. قابلها باسم وقال لها بضحك: مالك يا روح؟ انت بتكلمي نفسك وانت لسه يا دوب بادئة معانا؟ قال ايه؟ يقول لي انا روحي جيبي لي قهوة سادة. انت لسه في البداية، ربنا معاكي. عن اذنك. اتفضل. راحت جابت له القهوة ورجعت تاني. اتفضل يا فندم. قاسم اخدها ولسه بيشرب راح رميها عليها، والقهوة كانت سخنة.
جت كلها على القميص بتاعها واتلسع جامد لدرجة إنها عيطت. مش عجباني، روحي جيبيلي واحدة تانية. رحت من كتر الوجع وقعت على الأرض وهي بتعيط. منك لله يا أخي. حاولت تقوم عشان تخش التويلت، وفعلا دخلت وغسلت بطنها بمية ساقعة. كانت عمالة بتتوجع وتعيط. كانت فيها إسعافات أولية جوه، أخدت كريم للحروق ودهنت عليه. أما عن قاسم فكان حاسس بتأنيب ضمير، وحاسس إن ما كانش ينفع إنه يعمل كده. أصلا القهوة عجبته، هو ليه بقى عمل كده؟ فكر يروح لها لكن منع نفسه على آخر لحظة. وبعد دقايق طلعت تروح من الحمام. كان شعرها متبهدل بعد ما كان من الصبح كان متسيب ومتظبط. روحي جيبيلي قهوة تانية. حرام عليك بقى يا أخي، هو أنت مش واخد بالك أنت عملت فيا إيه؟ أنت شوهتني منك لله. انجزي وبلاش رغي كتير. أنا مش هروح في حتة، وعلى ما أفخرك اركبه وربي ما أعبد. لو ما رحتيش مش هيطلع عليكي نهار. هتعمل إيه تاني؟ هتعمل إيه؟ لا أنا هعمل من حيث هعمل فأنا هعمل كتير وكتير أوي كمان. يلا خلاصي. رحت طلعت بسرعة وراحت فعلا عملت قهوة تانية. كانت بتتوجع. رجعت المكتب تاني ودخلت بعد ما أذنها بالدخول. حطت القهوة على المكتب، لكن المرة دي روح بعدت مسافة كبيرة جدا عشان لو هو وقع القهوة تاني ما تجيش عليها، هي أصلا مش ناقصة. قاسم أخد باله وحس بتأنيب ضمير، وحس قد إيه هو حقير. قطع تفكيره الصوت وهي بتقول: تؤمر بأي حاجة تانية يا أستاذ قاسم؟ شكرا. كانت لسه روحها تروح مكتبها. خدي الملفات دي واشتغل عليها كلها، بدل ما تخليها في ورق خليها على اللابتوب وتخلصيهم النهاردة عشان مش هتمشي غير لما يخلصوا. إيه؟ لكن دول مستحيل يخلصوا النهاردة. أصل بصي، لو ما خلصوش مش هتمشي النهاردة، انت فاهمة؟ حاضر يا فندم. دخلت المكتب بتاعها وفعلا ابتدت تشتغل. قعدت ساعات طويلة لحد ما جت الساعة 3 العصر. دخل عليها قاسم وهو بيقول لها: ميعاد الغدا، يلا عشان ناكل. مش عايزة. يلا بلاش تكبر. يا سيدي مش عايزة. الله، أنا حرة، روح انت حرة، انت اللي هتموتي من الجوع. ما تقلقش، محدش بيموت من الجوع، اتفضل بقى. وفعلا هو اتحرك بالكرسي عشان يروح ياكل. روح رجعت تشتغل. وبعد ساعة رجع قاسم تاني، بص عليها لقاها لسه بتشتغل. سرح فيها وجمالها وجمال عيونها. شق لنفسه وهو بيقول: فوق يا قاسم، فوق لنفسك، كلهم واحد. اتجه لمكتبه وابتدى يشتغل. حتى ساعات الشغل على روح ببطء فظيع لحد ما جه ميعاد انه خلاص كله هيمشي. لكن هي فضلت هي وقاسم في الشركة، هي بتشتغل وهو كل شوية كان بيبص عليها ويشتغل لحد ما جت الساعة 11 بالليل وأخيرا خلصت. قامت ابتدت تحرك رقبتها من كتر الإرهاق. أخد باله قاسم إنها فعلا كانت تعبانة جدا، لكن عمل نفسه إنه مشغول ومش مهتم بيها. اتفضل يا فندم، الفلاشة دي عليها كل الملفات اللي حضرتك طلبتها. تؤمر بحاجة تاني؟ أنا هروح عشان الوقت اتأخر. لا تمام، اتفضلي انتي. اتحركت تروح لكن وقفها صوته: روح، استنى أنا أوصلك. لا شكرا يا فندم، أنا هاخد تاكسي. ما ينفعش تروحي لوحدك في التوقيت ده. والله حضرتك اللي قلت إن أنا لازم أخلص الملفات قبل ما أروح، وهو فعلا خلصتها. أنا مش ذنبي بقى إن الوقت متأخر. بعد إذنك. وأنا بقولك هروحك، امشي قدامي. ابتدى قاسم يتحرك قدامها وهي وراه. نزلت وركبوا العربية والسواق اتحرك. عنوان بيتك فين؟ وانت مالك؟ عبيطة يا بنتي عشان أوصلك. صح، وبعدين ما تقولش عبيطة. حاضر، ممكن تقولي بقى. روح قالت له على العنوان. زي ما سمعت يا سالم اتحرك، وبعد نص ساعة وصلوا تحت بيتها. كانت هتنزل لكن قاسم قال لها: استني. نعم. أنا آسف إني دلقت عليك القهوة الصبح وخليتك تتوجعي. والله أنت لسه فاكر؟ خلاص بقى، حقك عليا. ماشي يا مستر قاسم، شكرا على التوصيلة. العفو. روح جريت على فوق، وأول ما طلعت فتحت الباب وحطت إيدها على قلبها. وقاسم كمان كان باصص عليها وبيضحك، والاتنين قالوا في نفس الوقت: أنا حبيت ولا إيه؟ إيه ده؟ أنا حبيت ولا إيه؟ أنت نسيتي عجرفته وطريقة كلامه معاكي وإزاي شوهك في معدتك؟ لكن هو وسيم وشهم. بطلي هبل، بلا حب بلا بتاع. كل اللي بيجي من ورا الحب وجع قلب وإرهاق وبس. لكن بس إيه؟ أيوة مفيش حب، انسي الحوار ده. أما عند قاسم
ايه يا قاسم، شكلك حبيت تاني ولا ايه؟ لا، حب ايه وبتاع ايه؟ كلهم واحد. ايوه، مفيش حب تاني، هي مرة ومش هتتكرر. كل واحد منهم كان في بيته قاعد على سريره وبيفكر للتاني لحد ما غلبه منه. وتاني يوم الصبح في مكان أول مرة نروحه، اسمعي كويس، قاسم ابتدى يرجع للساحة تاني. عاوزين نوقعه زي آخر مرة، لكن ما يقومش منها. انت فاهمة؟ معك حق، لكن سمعت إن بدأ يحب حد تاني. احنا لازم نحرق قلبه عليها وبعدين نخلص عليه عشان ناخد فلوسه تاني. هي دي حبيبتي. بقولك، ما تيجي أقولك كلمة. وعند قصر قاسم قام من النوم بكل حيوية ونشاط. المرة دي عكس عادته، ركب العربية وساق بيه السواق راح ناحية الشركة. أما عند بطلتنا فقامت من النوم، غيرت لبسها وركبت الميكروباص كالعادة. لكن المرة دي اتخانقت مع حد، كان حد بيحاول يقرب منها بطريقة مش أحسن حاجة. لكن راح تسكت؟ لا طبعا، هزقته وبهدلته. يا حيوان يا زبالة، يا قذر انت، تقرب مني أنا؟ انت ما تعرفنيش؟ ده أنا روح مصطفى محمد، يعني لو سألت عليا هتعرف إن أنا بتاعت مشاكل ومش بسكت عن حقي. تعالالي بقى، وعينك ما تشوف إلا النور. نزلت فيه ضرب لحد ما عدمته العافية ومشيت كأن ما حصلش حاجة. وصلت روح الشركة وطلعت للدور اللي فيه مكتبها. دخلت وشكرت ربنا إن ما قابلتش قاسم لأنه لسه ما وصلش. الحمد لله إنه لسه ما جاش، كنت هتفرم. وبعد شوية دخل قاسم، كان معاه بوكيه ورد كبير، كان لونه أحمر، كان بمعنى الكلمة تحفة. روح أخدت بالها منه وأخدت بالها إن هو جه. طلعت له بكل احترام: صباح الخير يا فندم، الوفد الأمريكي كلمنا عشان الاجتماع النهاردة إيه يا بنتي؟ أنا لسه ما ردتش على كلمة صباح الخير. أيوة أنا آسفة، اتفضلي البوكيه ده اعتذار مني على اللي صدر مني يعني. ده ليا أنا؟ اتفضلي. روح أخدته منه. شكرا يا مستر قاسم. الله، ريحة الورد جميلة قوي، كويس إنه عجبك. سرح قاسم في انبساطها، أخد باله إن هي أخدت بالها، فقلب توتر. كملي، كنت بتقولي إيه على اجتماع النهاردة؟ أبدا، الوفد الأمريكي هيجي على 9 كده، يعني فاضل ساعة بالظبط. وكلمني وأكد عليا. تمام. طيب هروح أنا أكمل الشغل، وشكرا جدا على بوكيه الورد. تعبت حضرتك يعني، ت... يعني تعبك روح. يلا روحي شوفي شغلك. حاضر. بعد ساعة الكل اجتمع في صالة الاجتماعات وابتدى كل واحد يتناقش. قاسم كان متغاظ جدا عشان الوفد الأمريكي في واحد منهم ما نزلش عينه من على روح. أستاذ ألبرت، أيمكنك النظر إلي لكي نتناقش في العمل؟ آسف للغاية. ايه ده شوية عشان الخيرة باينة عليك، انت لحقت يا ابني، ده هي امبارح ولسه أول يوم. ها؟ انت بتقول ايه؟ اسكت انت خالص. ماشي. وبعد ما خلص الاجتماع ألبرت قال: أستاذ باسم، سوف نقيم حفلة تجمع جميع رجال الأعمال بمناسبة عقد العمل الذي بيننا. لا بأس، سوف يتم يوم الخميس القادم. اتفقنا. خلص الاجتماع وكان جاي ميعاد الغدا. بقول لك يا قاسم، أنا هتغدى مع خطيبتي النهاردة، ما تاخد روح وتروحوا تتغدى النهاردة؟ تمام ماشي. وبعدين ليه يعني أخد روح؟ يعني كنوع من امشي يا باسم، امشي وبسلم لي على يسرى. يوصل يا باشا. قاسم قرب من روح، ما تيجي نتغدى سوا عشان باسم راح يتغدى مع خطيبته. لا أنا مش جعانة يا مستر قاسم. أولا ما تقعديش تقولي لي يا مستر، احنا مش في مدرسة. طب أقول إيه؟ ما هو ما ينفعش يا ستي، أنا اللي سمحت لك تشيلي اللقب. قولي لي يا قاسم بس. تمام يا مستر تمام يا قاسم. تمام. ثانيا مفيش نقاش، احنا هننزل نتغدى يعني هننزل نتغدى. تمام. وفعلا اتحركوا هما الاتنين وراحوا لأقرب مطعم. كان المكان فخم جدا وجميل. قعدوا على الترابيزة. روحي اتكلمت بينها وبين نفسها: ده المطعم شكله غالي قوي، هدفع ازاي؟ اوف بقى. مالك يا روح، المطعم مش عاجبك؟ ها؟ لا حلو، بس يعني متوترة شوية. ليه؟ لا عادي، ما تاخدش ببالك. المهم، أول مرة أعرف إن باسم خاطب. خاطب بقاله سنة، وفرحه بقى عليها 2 شهر. ربنا يتمم بخير يا رب إن شاء الله. يلا نطلب عشان أنا واقعة من جوه. تحت أمرك. ماشي. قوليلي هتاخدي إيه؟ أنا هاخد رز مع ستيك. تمام. انتي بقى تاخدي إيه؟ مية ايه؟ بقولك هتاكلي إيه مش تشربي؟ أصلا أنا مش جعانة.
طيب نطلب 2 ستيك مع رز، على فكرة هيعجبك الصنف ده قوي. تمام. وبعد كده قاسم فضل باصص لها، كانت راح محرجة لكن قررت تسأل على حاجة. قاسم أنا عاوز أسأل على حاجة. يعني إيه؟ هو إيه يا بنتي ما تتكلمي؟ هو أنت يعني مولود كده ولا دي حادثة؟ لا حادثة. تحبي تسمعي القصة؟ ماشي، بس ما فيش مشاكل لو هتأثر عليك بلاش. لا خلينا أحكيها يمكن أرتاح. ابتدى يحكي قاسم كل حاجة، قصته من أولها لآخرها. كانت راح مصدومة جدا. وبس يا ستي، هي دي حكايتي. إزاي في ناس بالوحشة والقذارة دي؟ عادي يا روح، وفي أوحش من كده كمان. أنا استاهل، عشان أنا اللي كنت بعصي ربنا. ماشي، بس أنت اتعلمت من غلطاتك وبطلت وبقيت تصلي، لكن أنت ليه ما عملتش العملية؟ عشان قلتلك ما كانش معايا فلوس، وماما سهر وباسم يعني كانوا على قد حالهم. وبعدين حتى لو أنا ما كنتش هوافق. بس أنت حاليا معاك فلوس، ليه بقى ما عملتش العملية؟ يعني لما كونت نفسك من تاني. عشان مش عاوز حاجة، عشان الحياة دي ملهاش أي لازمة. لا غلط، أنت لازم تقوم وتشتغل وتقف على رجلك عشان تجيب حقك. لا ما تقلقيش، حوار إن أجيب حقي هجيبه. هانت يعني. لا ما تقلقيش، حوار إن أجيب حقي هجيبه. هانت يعني. إنما العملية هعملها قريب، عشان في واحدة تستاهل أكون جنبها طول العمر. طيب كويس، روح في سرها. شفت يا غبية، بيحب حد تاني أصلا. يعني هيبصلك على إيه غبية؟ وفي الوقت ده نزل الأكل وابتدوا ياكلوا بصمت، لكن قطع الصمت ده قاسم لما قال لي روح إيه حكايتك انت بقى؟ حكايتي ايه بالظبط؟ يعني أهلك فينهم؟ عندك كام أخت كده؟ أنا بابا وماما ماتوا في حادثة طيارة وهم راجعين من الحج، الله يرحمهم. أنا لا عندي اخوات ولا عندي حد، أنا مقطوعة من شجرة. قطع كلامهم، دخولنا ريمان وهي بتقرب. حبيبي وحشتني. روحت صدمت وحست قد ايه ان هي ساذجة. ولما قاسم كان مصدوم قلب صدمة. انتي ايه يا حبيبي؟ وحشتني قوي. زبالة، ولك ان تحطي عينك في عيني؟ صدقني يا قاسم، هو اللي اخبرني اني اعمل كده. انا كنت مستنيه الفرصة اني انا اجي واقول لك كل حاجة. طبعا اذنكم، استني اروح. لكن روح ما سمعتش وطلعت من المطعم بسرعة. اما قاسم فبص ان ريمان نظرة رعبتها. قاسم حاسب ومشي بسرعة عشان يلحقها. لما طلع قاسم من المطعم ملقاهاش. حد ده جه في باله ان اكيد سبقته على الشركة. راح للشركة وطلع الدور اللي فيه مكتبه. فتح المكتب وهو بيدور عليها لقى قاعدة بتعيط. راح وخبط عليها. روح لما لقيته دخل مسحت دموعها بسرعة وقامت وقالت ايوه يا مستر قاسم، خير؟ مطلوب مني اي حاجة اعملها بخصوص الشغل؟ انا قلتلك ما تقوليليش مستر دي عشان احنا مش في مدرسة. وكمان لا معلش، انا مش عاوزة اشيل الارقام ما بينا. في يا روح، انا اصلا دي اللي لا انا مش عاوزة اعرف، انا مالي اصلا، معلش. اتفضل حضرتك عشان انا ورايا شغل. تمام يا روح. على فكرة خدي بكرة اجازة عشان تعرفي تجهزي نفسك عشان الحفلة. انا مش هاجي اصلا الحفلة. لا هتيجي عشان انتي السكرتيرة الخاصة بيا، انتي فاهمة؟ بعد ما قال الجملتين دول طلع وسابها. هي كانت قاعدة حزينة جدا، بس قالت في نفسها فوق يا روح، مفيش حب ولا كلام الفارغ ده، احنا هنركز في شغلنا وبس، انتي فاهمة؟ قالت الكلام ده وابتدت تشتغل وتركز في شغلها. كان قاسم كل شوية يبص عليها وهو زعلان جدا باللي حصل، بس اتوعى ان نريمان ومهند أشد العقاب. وجي وقت الخروج من الشغل. طلعت روح من مكتبها. روح استني. وقفت روح لكن ما لفتش. استني يا روح، ممكن تسمعيني؟ يا مستر قاسم أنا مش عاوزة تبرير، دي حياتك، أنا مالي، بعد إذنك. مشيت روح وروحت على بيتها. وعند مهند عملت اللي قلتلي عليه. جدع، هي دي حبيبتي. تربيتك. وتاني يوم الصبح في الشركة كان قاسم متعصب جدا ومتنرفز على أي حد. رجع زي الأول ويمكن أوحش كمان. دخل عليه باسم. في إيه يا ابني؟ اطلع بره يا باسم. لا مش طالع. هو انت مالك كده طايح في الكل؟ في ايه؟ فهمني. انا مخلوق قوي يا باسم. ليه؟ في ايه؟ ابتدى يحكي له قاسم كل حاجة. انت حبيتها بجد ولا ايه؟ ايه؟ حب ايه وبتاع ايه؟ وبعدين ده انا لسه شايفها من يومين. بطل تضحك على نفسك. انت حبيتها وبتكابر وعادي بتحصل. حب من اول نظرة. يمكن حسيتها بريئة ومختلفة عن اي حد. يا باسم، حبيتها وخايف تبعد عني زي ما نريمان عملت. روح غيرها خالص، اعترف لها. هسيبك تفكر يا قاسم.
سلام يا صاحبي. مشي وخرج. قاسم قعد يفكر اليوم كله لحد ما مشي واتجه لبيت سهر. وصل لبيت سهر. قاسم حبيبي، وحشتيني يا أمي. تعالى يا حبيبي. فين باسم؟ نايم. قال لي أصحى بدري عشان الحفلة اللي عندكوا دي بكرة. تمام. مالك يا ابني في إيه؟ أنا بحب يا سهر بجد. أخيرا يا حبيبي. لكن حصل حاجة عقدت الدنيا. إيه اللي حصل يا حبيبي؟ ابتدى قاسم يحكي لها كل حاجة من أول ما قابل روح لحد ما ناريمان ظهرت مرة تانية وبوظت عليهم كل حاجة. بص يا ابني، البنت بتحبك بس هي متمردة ومش بعترف بالحب والكلام ده. هي صعبة وانت كسرت خاطرها لما قلت لها انا هعمل العملية قريب عشان واحدة تستاهل اكون جنبها باقي عمري. بس يا سهر انا اقصدها هي مش حد تاني. ماشي، وانا وانت عارفين، لكن هي لا. وكمان اتأكدت لما بنت اقول عليها ايه دي ظهرت في حياتك تاني. طب اعمل ايه يا سهر؟ قول لها. اقول ايه؟ قول لها انك بتحبها وعايز تتجوزها. انت شايفة كده يعني؟ ايوه طبعا. ماشي، هقولها بكرة. تسلمي يا احلى سهر في الدنيا. حبيبي يا قاسم. يلا خشي نام بقى. لا انا همشي عشان كل لبسي وبدلي هناك، والحفلة بكرة، وبكرة حق هيرجع. انا اخر جملة بحقد وشر. ماشي يا حبيبي. وبأسأل يا جزمة. حاضر. مشي قاسم وروح على القصر وكان بيفكر هيعترف لها بحبه ازاي. وتاني يوم الصبح صحي قاسم من النوم وكان متحمس جدا لليوم. جهز نفسه ولبس البدلة. لبس بدلة من أحسن البدل اللي عنده ونزل وراح لمحل جواهرجي هو عارفه. قاسم بيه، نورت المكان. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ نحمد ربنا يا قاسم بيه. ها، تحب تاخد ايه؟ في كوليكشن جميل قوي من الذهب والألماظ. تحب تتفرج على ايه؟ خلينا في الألماظ. تمام. وفعلا ابتدى يختار أحسن حاجة. قاسم اختار سلسلة وخاتم من الألماظ كانوا حاجة في قمة الفخامة. دفع الحساب وراح علشان الحفلة. وفي مكان الحفلة، صباح الفل يا معلم. صباح الفل. هي عملت اللي قلت لك عليه؟ كله تمام. حلو قوي. وأخيرا جه وقت الحساب. وعند روح لبست وجهزت. طلعت فستان اسود قليل جدا، حطت ميك اب هادي وركبت التاكسي وراحت مكان الحفلة. وعند مهند، يلا يا نيمو انا جيت اهو، يلا يلا امشي قدامي، يلا بينا. وفي الحفلة كان قاسم عمال يبص حواليه. ايه يا عم مالك؟ ها؟ مفيش. اهي جت اهي، اسيبك انا. قاسم كان متوتر قوي وروح كانت بتدور عليه عشان هي لازم تقف جنبه عشان هو المدير بتاعها. شاور لها قاسم وهي خدت بالها، راحت له وقفت جنبه. قاسم ما كانش قادر يقاوم انه يبطل يبص عليها، وهي طبعا كانت محرجة جدا. على فكرة شكلك جميل قوي. شكرا. بعد شوية وصل مهند وناريمان للحفلة وقربوا من قاسم. هاي. روح بصت لهم بقرف ودت وشها الناحية التانية. ازيك يا قاسم؟ عاش من شافك. اوهو، مين الموزع؟ ما تعرفنا يا قاسم. وش روح اتقلب 180 درجة ولسه هترد لكن سبقها قاسم. احترم نفسك يا مهند، يا اما والله ما اسكت لك. روح خط احمر. هي اسمها روح؟ اسمك جميل يا قمر. انت يلا، وربنا لو ما احترمت نفسك لهديك من اللي في رجلي. شرسة كمان. نوعي المفضل. لا ولا انت. هو انا مش مانع عينك ولا ايه؟ بس يا روح فيها مهند. هتعمل ايه يعني؟ هو انت نسيت ان انا اللي مخليك قاعد على الكرسي ده واقدر اخليك مش موجود في الحياة اصلا؟ ايه ده؟ انت اللي عملت في قاسم كده؟ يا حيوان، هتغلطي عن قلة ادبنا احنا كمان. وهو انا، احنا اللي عملنا كده. يا حبيبتي، احنا السبب في ان يكون على كرسي متحرك ومشلول كده. احنا اللي خلينا الفرامل تكون سايبة ويعمل الحادثة اللي خليته مشلول. فهمتي بقى؟ وقبليها مهند خلاه يمضي على العقد كأنه العقد بتاع الوفد الأمريكي ولا الألماني، مش فاكرة يا مهند. يا زبالة. احترمي نفسك، اللي هخلص عليكي زي ما هعمل معاه. وفجأة البوليس دخل. تخلص على مين؟ مهند وناريمان كانوا مصدومين. انت يا معفن بتبلغ عني انا؟ وربي لو اوريك. اتحرك يلا قدامي. استاذ قاسم، حضرتك هيرجع وكل املاكك ان شاء الله هترجع، لكن لازم حضرتك تيجي الاسم. تمام يا فندم. مش الضباط مع ناريمان ومهند والناس كلهم كانوا مصدومين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. الحفلة لسه مكملة يا جماعة، انبسطوا. وعند قاسم وروح، طب بعد اذنك يا مستر قاسم انا همشي. طب احنا لسه، وكمان انا عايزة اقولك على حاجة.
لا مش هينفع بعد إذنك. مشي تروح. قاسم زعل قوي وقرب منه باسم. ها عملت ايه؟ قلت لها ملحقتش. طب روح وراها. لا انا هعمل العملية واختفي الفترة دي بس قبليها هرجع املاكي. طب وروح. بعدين هقول لها بعد ما اقف على رجلي. وفعلا رجعت كل املاك قاسم وبعديها اختفى. اما روح فكانت مستغربة ان هو مختفي. وفي يوم راحت لباسم وقالت له ازيك يا مستر باسم؟ اهلا ازيك يا روح عاملة ايه؟ بخير الحمد لله. عاوزة حاجة؟ حاسك عايزة تقولي حاجة. بصراحة هو فين قاسم؟ ليه ما بقاش بيجي من ساعة الحفلة؟ ها؟ لا أنا معرفش بصراحة. يا مستر باسم لو سمحت لو تعرف حاجة قولي. اشمعنى يعني؟ أبدا عادي يعني. طيب بس أنا مش عارف حاجة. طيب شكرا لحضرتك. العفو. عدى 6 شهور من اختفاء قاسم وروح دخلت في اكتئاب. ما بقتش بتاكل زي الأول. وفي يوم من الأيام كانت في الشركة. باسم دخل عليها مكتبها على فرحي بعد يومين ودي الدعوة بتاعت الفرح. مبروك يا مستر باسم. لكن أنا مش هعرف للأسف. لا لازم تيجي. هزعل منك يا روح. والله أصلي مفيش حاجة اسمها أصلي. انت هتيجي وهستناكي. تمام. عدى اليومين وجي يوم الفرح. روح راحت لباسم ويسرى. مبروك يا باسم. مبروك يا يسرى. الله يبارك فيكي. عقبالك. الله يبارك فيكي يا قلبي عقبالك. لا ما اعتقدش. ليه بتقولي كده؟ لا مش ناقصة وجع دماغ بعد إذنكم. مشيت روح وقفت على جنب. فجأة حست حد بيسحبها على جنب. اتخطت روح. كانت لسه هتصرخ لكن اللي سحبها حط ايده على بقها. لسه زي ما انتي. قاسم؟ ايوه يا اختي قاسم. انت بقيت بتمشي يا قاسم؟ طب ازاي؟ قاسم قرب منها ومسح دموعها. ما تعيطيش طول ما انا عايش. انا كنت مختفي عشان كنت بره في فرنسا بعمل عملية عشان اعرف امشي تاني. وبعديها طبعا كان في علاج طبيعي فتأخرت عليكي. حقك عليا. على فكرة انتي وحشتيني. طيب ليه ما قلتليش؟ حبيت اعملها لك مفاجأة بس بقولك وحشتيني. روحي اتحركت جدا. خدتها احمرت وما ردتش. بحبك صوتك على فكرة. شكلك جميل قوي. بس انتي خاسة كده ليه؟ هو انتي ما كنتش بتاكلي ولا ايه؟ روح كانت هتمشي من كتر الإحراج لكن قاسم شدها وقعد يضحك. اقفي بس اديني ظهرك. نعم؟ بلاش دماغك دي. لفي بس. وفعلا لفت وطلع السلسلة ولبسها لها. اديني وشك بس وغمضي. حاضر. وفعلا لفت وهي مغمضة. قاسم قعد على الأرض وطلع الخاتم. فتحت روح واتصدمت من جمال الخاتم. تتجوزيني؟ ايه؟ تتجوزيني؟ فضلت ساكتة ومصدومة. وفجأة سمعت صوت باسم وهو بيقول يلا يا بنتي وافقي. الواد متعذب من بعدك. وافقي يا روح. ها رجلي وجعتني. طبعا موافقة. قاسم لبسها الخاتم وشالها ولف بيها. بحبك. وأنا كمان. يلا يا شيخنا في كتب كتاب هنا تاني. وفعلا راحوا للمأذون وكتبوا الكتاب وانتهى بجملته الشهيرة. وبكده قاسم وروح بقوا متجوزين رسمي. بعشقك وأنا بموت فيك. ولحد هنا تكون خلصت حكايتنا. أتمنى الحكاية تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو الاشتراك في القناة. يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا في حكاية جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير. باي باي.